تاريخي مالي الدنيا. ساعات قليلة بتفصلنا عن افتتاح المتحف المصري الجديد، التحفة الهندسية اللي اتكلفت فوق المليار دولار، يعني تقريبا بنتكلم في 50 ألف مليون جنيه مصري. في الساعات الأخيرة وسط الاهتمام بالأخبار الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير الجديد يعني والأخبار التانية اللي حواليه، ظهر الرقم اللي اتنفذ بيه المتحف واللي أثار اهتمام الناس، والبعض تساءل ليه الرقم دوت وهل الموضوع فعلا يستاهل. خلونا نجاوبكم. ما ينفعش أقدم وأعرق حضارة عرفتها البشرية الآثار بتاعتها تكون في أي مكان كده وخلاص. القطع الأثرية الأشهر والأهم على مستوى العالم لازم تكون في مكان يليق بيها. احنا هنا حرفيا بنتكلم عن أكبر متحف في العالم، سواء مساحات العرض الداخلية من الصالات والبهو والقاعات المختلفة للمساحات الخارجية كمان. المتحف واللي هيتعرض فيه أكتر من 100 ألف قطعة أثرية. تخيل لو أنت محتاج بس 5 ثواني علشان تشوف كل قطعة من القطع ديت، شوف ساعتها هتحتاج كام يوم علشان تخلص المتحف دوت. كمان احنا هنا مش بنتكلم عن مجرد معروضات أثرية هتكون موجودة في مكان وخلاص، احنا بنتكلم عن تقنية جديدة هيتم استخدامها لأول مرة، وهي تقنية الواقع المختلط، واللي هي عبارة عن تقنية بتدمج ما بين الواقع المادي الملموس والواقع الافتراضي، واللي هي عبارة عن نظارة هتلبسها هتقدر من خلالها تشوف القطع الأثرية المختلفة حواليك، ومعلومات وفيديوهات وجرافيكس فوقيها بتشرح لك القطع الأثرية ديت اتبنت ازاي او اتصممت ازاي او القصة المرتبطة بيها. في اغلب الاوقات زيارة المتاحف والاماكن الأثرية ما بتكونش مناسبة للأطفال، بيكون الموضوع ممل شوية. الموضوع هنا مختلف في المتحف الكبير، لان احنا بنتكلم عن صالة مخصصة بس للأطفال، واللي بتعرض ليهم كل حاجة بشكل تفاعلي وبتربطهم بالتاريخ وبتحببهم فيه كمان. على الرغم احنا بنتكلم عن مبنى عمره ما عداش الكام سنة، لكن طبعا هيضم من جواه قطع أثرية عمرها 7000 سنة، ده غير لسه القطع اللي ما تمش الإعلان عنها إلا الله أعلم العمر بتاعها هيوصل لحد فين. واحد من أهم الأماكن المنتظرة بعد الافتتاح وهو مكان كنوز توت، المكان اللي هيضم القطع الأثرية الخاصة بالملك الشاب توت عنخ آمون، وأشهرهم طبعا هو قناع توت اللي موجود في المتحف المصري القديم، واللي زمانهم حاليا بنقلوه دلوقتي لأن خلاص فاضل ساعات على الافتتاح. القطع اللي بيوصل عددها ل 5400 قطعة، واللي منهم طبعا الخناجر والسراير والصندل الذهبي وغيرها من القطع اللي هتكون معروضة هناك. عرض القطع الأثرية المختلفة ديت واللي هيتضمن طبعا التقنية اللي قلنا لكم عليها، وهي تقنية الواقع المختلط اللي هتنقلك كأنك في آلة زمن كده وتعيشك الأجواء كأنك كنت في الزمن بتاعه بالظبط. موقع المتحف ما تمش اختياره بشكل عشوائي كده، المتحف بيبعد 2 كيلو عن الأهرامات، واللي تم الاستفادة منه في التصميم عن طريق تصميم شبه مثلث. القاعدة بتاعته بتطل على الأهرامات الثلاثة. مش بس كده، الخطوط الرئيسية بتاعة المتحف اللي بتعتبر متوافقة مع الأهرامات الثلاثة في التصميم. احنا هنا بنتكلم عن عملية بناء ما كانتش سهلة، عملية بناء استمرت 20 سنة. القصة بدأت من زمان، من سنة 92، ودي السنة اللي اتحطت فيها خطة علشان يتبني متحف تاني جديد وضخم. علشان سنة 2002 تعلن الحكومة المصرية عن مسابقة دولية اشترك فيها 82 مهندس معماري من كل حتة في العالم علشان يتحط التصميم الجديد للمتحف دوت. سنة 2006 وقبل البدء الرسمي في البناء تمت عملية من أشهر العمليات اللي تابعها العالم كله، وهي عملية نقل تمثال رمسيس الثاني. العملية اللي ما كانتش سهلة، وساعتها اتفرج عليها العالم كله لايف، واللي تمت بسلام، وتم وضع التمثال علشان يتبني من بعده المتحف، لأن احنا بنتكلم عن تمثال طوله بيعدي ال 11 متر، ما كانش ينفع يدخل بعد اكتمال عمليات البناء. التمثال اللي محطوط في مدخل المتحف واللي بيرحب بكل زائر بيزور المتحف، تمثال الملك اللي حكم مصر لمدة 66 سنة من الرخاء والقوة، ويمكن دوت اللي ظاهر على تفاصيل وضخامة التمثال اللي قدامنا ده. عمليات الإنشاء اللي بدأت في 2007، لكن تيجي سنة 2011 وأحداث الثورة واللي حصل في الفترة ديت، ويتوقف العمل شوية في المتحف علشان يتم استكماله تاني سنة 2017، وللأسف بعدها بشوية يتوقف العمل تاني علشان أزمة كورونا طبعا، اللي وقفت حاجات كتير جدا، علشان بعدها يتم استكمال الانشاءات في المتحف، علشان من سنتين تقريبا يتم افتتاحه بشكل تجريبي، لكن طبعا مش افتتاح كامل، بعض الاجزاء لسه هتتفتح مع الافتتاح الرسمي للمتحف. المتحف ما تمش بناؤه علشان بس يتم عرض داخله القطع الاثريه ديت، علشان كده تم تصميمه بشكل مقاوم للزلازل. سقف المتحف واللي تم تخطيطه بالواح الطاقه الشمسيه، كمان تصميم جدران المتحف اللي بتسمح بمرور اشعه الشمس، بالتالي توفير مصادر اضاءه طبيعيه والاعتماد بشكل اقل على الاضاءه الصناعيه علشان درجه الحراره داخل المكان ما ترتفعش وتفضل ثابته. التصميم اللي بيسمح ان حتى لو درجه الحراره بره وصلت ل 150 درجه فahrenheit تفضل داخل المتحف 73 درجه. كمان المساحات الخارجيه اللي ما تمش تصميمها بشكل عشوائي، احنا هنا بنتكلم عن مساحات خضراء متعرجه، ودي طبعا اللي بتمثل نهر النيل، الشريان الرئيسي للحياه عند المصريين من قديم الازل. داخل المتحف بنشوف اهم جزء وهو الدرج العظيم، واللي ارتفاعه بيوصل ل6 ادوار، واللي بيعتبر تجربه تاريخيه كامله. وانت طالع على الدرجات العاديه او حتى اللي بالكهرباء بتشوف 59
50 تمثال بتشمل مراحل وابعاد مختلفه. المرحله الاولى منها وهو المظهر الملكي، اما بعد كده فبنلاقي البعد الديني، وبعد كده الملوك ذات نفسهم علشان تنتهي الرحله عند الاهرامات. تجربه مقصود تصميمها بالشكل دوت. داخل المتحف 12 صاله عرض مختلفه بتحكي قصص منقوشه على الاحجار واوراق البردي. داخل المتحف مش بس معروضات وقطع اثريه وتماثيل ضخمه، كمان في معامل ضخمه مهمتها هي حمايه وصيانه وترميم الاثار المختلفه. كمان تم استغلال قرب المتحف من الاهرامات وانشاء كوبري في النص، بحيث ان بيسمح ان الزياره تكون للمكانين في نفس اليوم. يعني بعد انتهاء الزياره في المتحف بيقدر الزائر ان هو يمشي ويوصل للاهرامات في نفس الزياره. عمليه انشاء المتحف ما اقتصرتش بس على المباني والانشاءات الخاصه بيه، كمان تم تطوير كل الطرق والمحاور اللي حوالين المتحف حتى المناطق المختلفه كلها. احنا كمان بنتكلم عن مطار دولي بيبقى بيستقبل رحلات دوليه بينه وما بين المتحف 10 دقائق بس، وهو مطار سفنكس، واللي كنا لسه مصورينه ليكم من كام اسبوع. باختصار احنا بنتكلم عن تجربه هتكون مختلفه جدا. انا شخصيا مستني الافتتاح الرسمي علشان ازور المكان هناك، وهنحاول طبعا احنا نصوره ليكم باذن الله يعني، ومنتظر الافتتاح كمان واللي هيحصل فيه. بعد الافتتاح بكام يوم كده استنوا مننا حلقه باذن الله هتكون قويه جدا، مش هبالغ يعني لو قلت ممكن ما تكونش اتعملت في تاريخ المتحف المصري الجديد باذن الله. ليه مصر بعتت توابيت لرؤساء الدول والمدعوين في افتتاح المتحف المصري الجديد؟ بالنسبه لي دي احسن فكره تسويقيه لارسال دعوات افتتاح المتحف المصري الجديد. الفكره وما فيها ان في حد عبقري فكر في ارسال الدعوات داخل تابوت فرعوني، كمان من الداخل الدعوه مطبوعه على ورق البردي. الفكره بتعتبر عظيمه جدا، لان اي حد راحت له الدعوه ديت سواء كان رئيس دوله او عالم او اي حد من الاشخاص المدعوين، فهو هيحتفظ بيها عنده في البيت في المكتبه بتاعته. بالتالي احنا بنتكلم عن تذكار هيشوفوا عدد كبير وضخم من الناس، واللي بتعتبر دعايه مستمره مش مجرد دعوه هيقراها ويروح بعد الاحتفاليه يرميها وخلاص، او يحتفظ بيها في اي اجنده او كتاب عنده. ومن وجهه نظري ممكن نستفاد من الفكره ديت عن طريق الصور اللي بتتصور بالجهاز اللي موجود هناك اللي في وسط المتحف. ممكن الزائر طبعا يختار ان يتم طباعتها على ورقه بردي وتتحط ليه داخل التابوت دوت، ويحتفظ بيها ويرجع بيها بلده. اي حد هيزوره في بيته او في مكتبه اكيد هيتساءل طبعا عن التحفه ديت جايه منين، ودي بتعتبر افضل دعايه للمتحف المصري الجديد والسياحه المصريه والحضاره المصريه بشكل عام. ليه العالم كله مستني افتتاح المتحف المصري الجديد وليه في اكتر من 400 قناه فضائيه طلبت تصوير الحدث ده؟ احنا هنا بنتكلم عن اكبر متحف في العالم اللي هيضم 100 الف قطعه اثريه، واللي حجمه بيكاد يقترب من 7 اضعاف حجم متحف اللوفر اللي بيعتبر الاشهر على مستوى العالم. ال 100 الف قطعه اثريه لو محتاج انك تبص على كل قطعه اثريه لمده 5 ثواني، فانت محتاج 5 ايام حرفيا علشان تخلص القطعه ديت. كمان المتحف هيكون فيه عروض تفاعليه بتبين لك ازاي تم بناء الاهرامات وازاي الملوك دول كانوا عايشين، وغيرها من العروض اللي هتكون مبهره جدا واللي هتربط الماضي بالحاضر. اللي ما يعرفش منكم، فالمتحف كده كده كان شغال الفتره اللي فاتت بشكل تجريبي، لكن كان في بعض الصالات او قاعات العرض اللي ما كانتش شغاله، وكانوا مستنيين بس افتتاح المتحف المصري الجديد علشان يتم فتحها للناس. ومن اهم القاعات والاماكن ديت هي المكان اللي هيكون فيه كنوز توت والمراكب وغيرها من القطع الاثريه اللي هيتم الاعلان عنها لاول مره في التاريخ. الموضوع مش بس واقف على هنا، احنا بنتكلم عن متحف بيعتبر جزء لا يتجزا من الاهرامات. هتبقى واقف بتتفرج على كل القطع الاثريه ديت وفي ظهرك الاهرامات. بنتكلم عن احساس تاني خالص، وفرصه كبيره لاي حد ان يزور هناك ان يتصور داخل المتحف ومع الاهرامات في نفس الوقت. بيقال ان الافتتاح هيكون مبهر جدا. طبعا اللي شاف منكم افتتاح متحف الحضارات واللي طبعا كان متخصص في مختلف الحضارات المصريه، كان العرض قد ايه مبهر. الافتتاح اللي هيدينا تخيل افتتاح المتحف المصري هيكون زيه ولا احلى منه. انا شخصيا متشجع اشوف الافتتاح هيكون عامل ازاي، وبعدها بكام يوم ان شاء الله هنحاول نصور لكم حلقه كالعاده من هناك هتكون بروفيشنال جدا. يمكن كالعاده تشوفوا مستوى احترافي تاني خالص للحلقه ديت، ممكن ما كنتوا شفتوه في اي مكان تاني خالص غير عندنا.